السلام عليكم، منوريني في القناة الجديدة يا شباب. ده الجزء الثالث والأخير من فيلم الجريمة، واللي ما سمعش بقية الأجزاء هم على القناة التانية، وهسيب لكم الروابط في أول تعليق علشان اللي ما سمعش يسمعهم. ومعلومة، القناة التانية متهكرة بقالها 3 أيام بالظبط، وطبعا أغلبيتكم لاحظ إن اللي هكرها بينزل عليها ماتشات كورة، وأنا على تواصل مع فريق دعم يوتيوب، وإن شاء الله هترجع في أقرب وقت. وبدون ما أطول عليكم، اخبط لي اللايك بتاعك ويلا بينا على الملخص. فلنبدأ. وبيبدأ فيلمنا بشخص اسمه فكرام بيسمع فيديو لحبيبته رشمي بتقول له فيه: مش سهل عليا ان اقول الكلام ده، احنا مش هينفع نكمل مع بعض علشان ما بقتش قادرة ان افهمك. حاولت كتير اصبر عليك واقول اكيد هيتغير، لكن الواضح انك حابب حياتك الجديدة ومش هتتغير ابدا. انا حبيت اسيب لك الفيديو ده قبل ما اسيب المدينة، وبتمنى لك حياة سعيدة. نرجع هنا بالزمن 14 شهر، وبالتحديد في جنوب افريقيا، واثناء وجودهم في حفلة قال لها: أنا كفكرم المصور البسيط فخور بيكي جدا يا أجمل مصممة أزياء في العالم كله، وأنا كمان فخورة بيك، وصدقني هتكون أشهر مصور في العالم كله. راحوا بعدها الجولة ترفيهية بأجمل غابات جنوب أفريقيا، صورها صور كتيرة جدا. وفي يوم غلبه التفكير وكان متوتر، وسألته: أنت مالك فيك إيه؟ أنا جاي لي عرض شغل قوي جدا ورفضته لأنه في الهند. ليه رفضته؟ دي هتكون نقلة قوية جدا ليك، انت شغلك وحياتك هنا وما اقدرش اسيبك. فكرت روشني اللحظات وقالت له: انا هسافر معاك، اللي حققته هنا هقدر احققه تاني في الهند. بتتكلمي بجد؟ طبعا، بس اوعدني انك ما تتخلاش عني، انا هسيب كل حاجة علشانك، واللي طالبة منك بس تكون معايا، انا ما اقدرش اعيش ساعة من غيرك اساسا. سافروا للهند بالفعل، وبدأ الشغل في الشركة وحقق نجاحات كبيرة، وبقى من اشهر المصورين المطلوبين في الهند. وفي يوم خد روشني وفاجئها انه اجر لها البيت اللي كانت عاوزاه. وهنا نرجع للحاضر، وفكرم مش مستوعب انها سابته بكل السهوله دي، واتجه للمكان اللي بيسكر فيه دايما. وبنت شغاله هناك اسمها نيشا قالت لصديقتها: ما بتحملش اشوف راجل واحد بيبكي. يا بنتي تلاقيه ندمان على غلطه عملها؟ لا، هو اكيد موجوع وبيداري وجعه في دموعه. مشي بعدها كل اللي في المكان، وهو نام من كتر الشرب، ولما فوقوه مشي سكران مش قادر يسند طوله، وخبط في شاب من غير قصد، ولما شتم متعصب عليهم واتضرب هو في النهاية. وخرجت نيشا في الوقت ده قالت له: ده انت شكلك خربان خالص، استنى اوقف لك تاكسي. لا، انا معايا عربيتي. عربيتي ايه؟ ده تعرف تسوق انت بالمنظر ده؟ خدت منه مفتاح العربية علشان توصله، وهو طول الطريق بيقول لها يمين في شمال، ومش عارف يوصلها لعنوان بيته. واخر ما زهقت خدته للسكن بتاعهم، واقرب حتة قابلته نام زي الميتين فيها. وتاني يوم حضرت له مشروب وقالت له: اتفضل يا فكرم. عرفتي اسمي منين؟ سمعت شخص في البار قبل كده ناداك بالاسم ده وعرفك بنفسي، انا نيشا. سألها على مفتاح العربية وخده وخرج من غير ما يشكرها على اللي عملته معاه. واخر اليوم قابل مدير اعماله وقال له: انا لازم ارجع للشغل علشان انساها. متأكد انك هتنساها؟ انا عاوز اي حاجة علشان تشغلني عن التفكير فيها يا جوديا. طيب نصيحة مني علشان تعرف تستقر، لو محتفظ بأي ذكريات ليها شيلها وامحيها من حياتك. رجع بعدها البيت، شال كل الصور اللي بتجمعهم ببعض، وراح البار قال لنيشا: أنا آسف، كنت قليل الذوق معاكي، المفروض كنت أشكرك، بس حرفيا كنت تعبان ومش في وعي. تمام، مفيش مشكلة، ممكن تقبل أعزمك على العشاء النهاردة. أسفة، ما بخرجش مع زباين. طيب فكري، أنا في انتظار ردك. طبعا نيشا ما رفضتش لأنها معجبة بيه، وبدل ما يعزمها خدته المطبخ المطعم، وبدأت قصة حبهم من أول طبق مكرونة. ومع مرور الوقت بقوا يتقابلوا كل يوم، وقصة حبهم الهندية السريعة بتكبر بسرعة الآلة الزمنية. وفي يوم خدها البيت وسألته: انت عايش في البيت الكبير ده لوحدك؟ شفتي، أصلا أنا وحيد جدا، وأنا كمان وحيدة، ادخل بشعر الواحد يا ابني. قضوا ليلة سودة على دماغهم، وصباح اليوم التالي قامت خدت فرشة أسنان قديمة المعفنة، وهي بتغسل سمعت صوت غريب جاي من صرف المية، بس ما اهتمتش باللي سمعته، وخرجت خدت جولة في البيت. ولما وقفت جنب المكان اللي روشني كانت بتشتغل فيه دايما، بص لها خدام البيت بطريقة غريبة ومشي. وفكرم لما شافها واقفة في المكان اتوتر وقال لها: تعالي الفطار جاهز. فكرم، البيت هنا منعزل عن المدينة وحواليك أدغال وأشجار، هو انت ليه قاعد هنا لوحدك؟ هقولك، أنا في الأول كنت بصور الحيوانات في الغابات، وتقدري تقولي كده حبيت الأجواء بتاعتهم، وعلشان كده اشتريت البيت ده لأنه شبيه بالبيئة اللي هم عايشين فيها.
جه بعدها بساعة ظباط شرطة قالوا له ما كناش نتوقع انك تصاحب بنت تانية بالسرعة دي. يقصدوا ايه يا فكرة ببنت تانية؟ نقصد روشني حبيبته. هو ما قالكيش ولا ايه؟ ما تعرفنا مين الاخت دي؟ صديقتي. اسمها ايه؟ هقول لك انا، اسمها نيشا سنجوتا. انت تعرفها؟ حاجة زي كده. بدأوا بعدها يفتشوا في البيت، وقال لي نيشا الاغبياء فاكر اني قتلتها ودفنها في الجنينة، بس انا حقيقي معرفش هي فين. هو انت مش قلت لي انك اعزب؟ انا فعلا اعزب وحيد لان روشني سابتني. طيب وليه الشرطة هنا؟ علشان انا بنفسي اللي بلغت انها متغيبة. سابها وخرج، وفي الليل وهي بتاخد شاور لاحظت حركة وصوت في صرف المية بدأ انه يزيد تدريجيا، وكملت والنور قطع عليها، وسمعت صوت خطوات في المكان لتتفاجأ بفكرة وراها. وتاني يوم قابلها الظابط قال لها انت ليه عايشة معاه؟ انا بغير عليكي. تغير عليا بناء على ايه؟ كبير، انا نسيتك من وقت ما كنا في الجامعة ومفيش اي علاقة بتربطنا ببعض. تمام اللي انت شايفاه، ونصيحتي ليكي تبعدي عن فكرم لاننا شاكين انه عمل حاجة في روشني. ما تقول انك عاوز توقع بيني وبينه علشان اسيبه. نظرتك ليا غلط على فكرة، خلي بالك من نفسك. سلام. رجعت للبيت، خدت شاور كالعادة، وسخان المية اتحول لأعلى درجة حرارة لوحده. ولما عدلته للمية الباردة رجع تاني، وجسمها المرة دي اتحرق، وسمعت نفس الأصوات من صرف المية، وشباك الحمام اتفتح لوحده. وتاني يوم بدأت تفكر في اللي بيحصل، ولقيت مفتاح شكله أثري عملته كسلسلة، وبمجرد ما اتحط على رقبتها النور قطع، وباب البيت الرئيسي حد فتحه، وافتكرته فكرة ونزلت بتنادي عليه وهي مرعوبة، وبسبب صوت صعقة كهرباء اتخضت واتخبطت في دماغها. وبعدها بدقايق وصل فكرة مفوقها وقالت له البيت ده بسمع فيه أصوات غريبة، وبحس دايما إن في حد موجود معايا بس أنا مش قادرة أشوفه، وبالتحديد في الحمام. البيت ده مسكون بالأشباح، أنا واثقة من كده. شبح؟ تصدق ضحكتيني، أنا بتكلم بجد. تعال أوريك. وطي كده واسمع الصوت بنفسك. تصدقي فعلا في صوت. يا شبح بطل تخوف حبيبتي لحسن أحرقك. أنت بتتريق يا حبيبتي، ده أكيد صوت مواسير الصرف، بس أنا خايفة. تخافي وأنا موجود؟ عيب عليك. تاني يوم جه خبر يا للظابط بوجود جثة بنت في غابة قريبة من بيت فكرام، وجاله مكالمة بعدها وسألته نيشا مالك وشك اتقلب ليه؟ لقوا جثة قريبة من البيت ومشتبهين إنها روشني، ولازم أروح أتعرف عليها. خلي بالك من نفسك عقبال ما أرجع. راح فورا للمشرحة، كشفوا له عن الجثة المشوهة، فضل مركز معها وقال لهم مش هي. بص تاني وتأكد، أنا عارف روشني أكتر من نفسي ومتأكد إنها مش هي. رجع بعدها البيت قال لنيشا انت الشخص الوحيد اللي ليا دلوقتي، هي سابتني ومشيت وخلاص همحيها من ذاكرتي. انسجمت نيشا الوحيدة مع كلامه. وفي الجانب الآخر من خلف المراية ظهرت روشني. وهنا نرجع بالزمن شهرين، وروشني معاه في حفلة، ولما غاب عنها دورت عليه ولقيته واقف مع عارضة أزياء. أعرفك بنعومي، شغالة معانا، عارفاها؟ في وشوش كده الواحد ما بيقدرش ينساها. فكرم ما تسيبنيش لوحدي بعد كده في مكان معرفوش. دي عارضة أزياء وبتشتغل معايا يا حبيبتي، روقي كده الموضوع مش مستاهل. المهم تاني يوم صاحبة البيت اللي مأجرينه جت عرضت عليهم يشتروا البيت، ووافقت روشني وخدت العقد وراحت لمكان عمل فكرم، واتفاجئت انه متواجد مع نعومي في الكرفان لوحدهم. وعلشان يبرر موقفه قال لها نعومي جابت لي ازازة ويسكي هدية وشربنا كاسين مع بعض. انت شكلك فهمت غلط. فكرم انا مش غبية، دي تاني مرة اشوفك معاها وبصفتي بنت زيها عارفة اللي هي بتفكر فيه من ناحيتك، وانت من ساعة ما اتشهرت في شغلك وحاسك متغير معايا. ارجوك ما تكسرش الثقة اللي ما بيننا، انا سبت الدنيا كلها علشانك. خلصتي كلامك؟ جهزي نفسك بقى علشان حاجز لك رحلة رومانسية جدا واعتبريني بصالحك بيها. وبالفعل سافروا لمدة 3 أيام ورجعوا للهند. وفي يوم وهي شغالة فكرم نسي موبايله جنبها، ومسكته لقيت رسائل كتيرة جدا ما بينه وبين نعومي. ولما واجهته بالرسائل زعق لها وقال لها كفاية، ده مجرد صديقة في العمل وطبيعي يكون في بينا كلام، أرجوك ثقي فيا، عدم الثقة هتخلق بينا مشاكل كتيرة. ما ردتش عليه وسابها ومشي. وجت بعدها صاحبة البيت مضت معها عقد البيع، ولما شافتها بتعيط قالت لها فضفضي معايا يمكن أقدر أساعدك. أنا بحب فكرم جدا بس حاسة اتغير من وقت ما استقرينا في الهند، وعاوز أعرف هو بيحبني ولا لأ. فهمت قصدك، تعالي معايا. البيت اللي احنا فيه ده قديم جدا، وأبويا بنى أيام ما الهند كانت تحت حكم البريطان، وفي غرفة سرية جدا بابها ورا مراية الغرفة.
أبويا كان صانعها علشان لو في أي خطر علينا ندخل فيها. الباب بتاع الغرفة يا روشني مصفح ومستحيل صوتك يخرج منه، بس انت تقدري تسمع أصوات اللي بره علشان في مكبرات صوت متوصلة بالخارج، وتقدري كمان تشوفي اللي بره في انعكاس مراية الحمام والغرفة. وده بقى المفتاح لو عاوزة تختبري فكرم وتعرفي حياته هتبقى عاملة ازاي من غيرك. اقعدي في الغرفة لمدة يومين وراقبي تصرفاته. انبهرت روشني بالفكرة وصورت له الفيديو اللي قالت له فيه مش هينفع نكمل مع بعض، وجهزت شنطة ملابسها ودخلت الغرفة. فضلت منتظرة وقت رجوعه، وبعدها بدقايق دخل ببوكي ورد وفضل ينادي ويدور عليها لحد ما لقى الفيديو. وبعد ما سمعه حاول يرن عليها، ولما لقى رقمها مغلق انفعل على نفسه جدا، وهي خافت لا يعمل في نفسه حاجة وجريت تاخد المفتاح علشان تخرج. بس المصيبة ان المفتاح مش موجود في الشنطة لانه وقع منها بره لما كانت بتحضر الشنط. المهم اتجننت روشني وحاولت تفتح الباب بأي طريقة وترن على فكرم علشان يخرجها، ولكن الغرفة منعزلة عن الكوكب كله، ولا في شبكة ولا طالع ليها أي صوت. لتستسلم في النهاية وقعدت مكانها لحد ما نامت. وبتمر الساعات وصحيت على صوت تكة فتح مفتاح النور، وهو واقف بيعيط قدامها وبتقول له أنا هنا معاك ما تعيطش، أكيد هلاقي حل وهخرج، أنت نجحت في الاختبار وأنا كنت غلطانة. تاني يوم خد الفيديو وراح لمركز الشرطة، عمل لها محضر تغيب، ومر يوم ورا التاني وروشني بتتعايش على معلبات الأكل المعفنة اللي بقى لها سنين في الغرفة. وفي يوم شافته بيبص للفيديو بيقول سبتيني ومشيتي، بالتوفيق ليكي في حياتك وليا أنا كمان. بقى كل اللي على لسانها في الوقت ده بالتوفيق في حياتي، تقصد إيه؟ هتنساني كده؟ رد عليا. فضلت تخبط في مواسير الصرف ولاحظت إن في حركة في المية، وفضلت تخبط علشان ياخد باله لكن لا حياة لمن تنادي. وفي الليل خدت الصدمة الكبيرة وشافته بيخونها مع نيشا وهي منهارة وبتترجى ما يخونهاش، وحاولت تنام بكل الطرق علشان ما تشوفش هذه العلاقة القذرة. وتاني يوم وقفت قدام نيشا قالت لها وقعتي في حبك ازاي يا عاهرة، وكمان بتستخدمي فرشة أسناني؟ لو أقدر أطلع والله هاكلك بسناني. ايه ده، انت سامعة صوتي؟ ساعديني أرجوك. يا واطية والله لا رعبك. وفي يوم وهي بتشرب من المياه الملوثة فضلت تلعب في المحابس علشان تعدل المياه، وبالصدفة عرفت ان المحابس دي متحكمة في السخانات، وبدأت تعذب وتحرق فيها وهي مستمتعة جدا. ولما خرجت خوفتها بصوتها اللي بيطلع من الصرف. واليوم اللي لقيت في المفتاح ولبسته كسلسلة اتجننت وقالت لها مش اكسسوار ده يا بنت العبيطة، انا حياتي مرتبطة بيه. واليوم اللي قالت لفكرم فيه على الأشباح بقت واقفة متغاظة منهم وبتقول لهم أخرج بس وهعمل منكم مسيح كفتة كلابي يا قذر منك ليها. راح في الوقت ده فكرم يتعرف على الجثة، ونيشا راحت مخصوص لحوض الحمام مليته مية وقالت يلا ابدأ. شكلك فاهم يا نصة، طلعت ذكية يا نيشا، أنا بخبط أهو ركزي. وقف. شبح مين يخرب بيتك، ما تخلينيش أفقد الأمل، يلا ارجع اسألي في حد هنا؟ أيوة والله في. مين؟ روح جدي ولا جدتي؟ ده أنا اللي هطلع روحك. انت روشني؟ أيوة صح أنا. انت ميتة، عاوزة تموتيني ولا تتشكي؟ طب ايه رأيك بقى مش هخبط؟ طب انت عايشة؟ والله عايشة، قربت اهو. انت فين طيب؟ محبوسة ورا المراية، كملي أسئلة شاطرة. في باب سري هنا. ذكية يا نيشا، أيوة يلا بقى دور عليه. فضلت تدور فعلا لحد ما لقيت الباب، وفكرت شوية لحد ما شافت المفتاح اللي في رقبتها، ووقفت للحظات بتفكر، وشطانها قال لها طب ما انت لو طلعتيها فكرم هيرجع لها ويسيبك، خليها محبوسة. سمعت كلام شيطانها وما فتحتش الباب، وخدت كل ملابسها وحاجتها نقلتها لغرفة تانية لتصبح الغرفة دي مهجورة. وروشني فقدت الأمل الأخير إنها تخرج، ولما عرف فكرم إنها قفلت الغرفة اتضايق منها جدا لأن بتجمع ذكريات كتيرة بروشني فيها. والظابط بعد جالها البيت قال لها أنا عارف إنك كرهاني، بس صدقيني انت مخدوعة بفكرم، خدي الملف ده وانت هتعرفي. بعد ما مشي فتحت الملف ولقيت صور كتيرة جدا لفكرم مع بنات أشكال وألوان، وندمت على كل دقيقة كانت معاه فيها. وأخيرا خدت القرار الصحيح وراحت فتحت باب الغرفة السرية ودخلت قربت من روشني اللي عملت نفسها نايمة، وأول ما لمستها نزلت بالأزاز على دماغها وخرجت بسرعة بالمفتاح وقفلت عليها. المهم كانت ناوية تعمل مفاجأة لفكرم، لكن أول ما شافت الصور
اللي نيشا شافتها. سابت المدينة باللي فيها وبعتت للظابط المفتاح في ظرف وقالت له نيشا في خطر. ولما وصل فكرم للبيت لقى الصور متعلقة وسلسلة روشني موجودة وسايبة لي جواب بتقول له فيه: بشكرك انك عرفتني حقيقتك يا اكبر ندل عرفته في حياتي. وبينتهي الفيلم بالقبض عليه ونيشا ربنا يتولاها بقى. اتمنى الملخص يكون عجبكم. ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل جرس الاشعارات علشان يوصل لكم كل افلامنا. وبس كده، السلام عليكم.